يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم الخميس مجلسا للوزراء بالقصر الملكي بالرباط، وينتظر أن يخصص المجلس الوزاري للمصادقة على مشاريع قوانين إطار ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وعقدت الحكومة أمس الأربعاء مجلسها الأسبوعي بدل اليوم الخميس، وذلك بسبب نشاط ملكي مبرمج مرجح أن الأمر يتعلق بمجلس وزاري هذا. وتناقلت مصادر إمكانية صدور تعيينات ملكية هامة عقب المجلس الحكومي، أبرزها تعيين شخصية جديدة على رأس بنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجوهري. وكان التقرير صدرت قبل أسبوع تحدثت عن إبعاد الجوهري من منصبه، إلا أن ذلك كان مجرد شائعات، حيث ظهر بعد ذلك في مناسبات عمومية، كما حضر أول أمس في احتفالية تأسيس الأمن الوطني بمدينة فاس، وقام بتواشيح عدد من المسؤولين الأمنيين المنعم عليهم بأوسمة ملكية. ويعيش الجوهري والي بنك المغرب آخر أيامه على رأس أكبر مؤسسة مالية في المملكة. مصادر الإخبار ذكرت أن الجوهري الذي شغل المنصب منذ 2003 والبالغ من العمر 83 سنة سيحال على التقاعد قريبا جدا، حيث كان ينتظر فقط مرور انتخابات 2021 الأخيرة. وكشفت مصادرنا أن أبرز الأسماء المرشحة بقوة لخلافة الجوهري على رأس بنك المغرب هناك نور الدين بن سودة فازن المملكة، والوزير الأول الأسبق إدريس جاتو، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي الجوهري، الذي تقلد مناصب حكومية ومالية مرموقة بالمغرب عبر في مناسبات عدة عن رغبته في الخلود إلى الراحة. إلا أن الثقة التي حظي بها لدى القصر الملكي جعلته يبقى أطول فترة